شكرا للدار، شكرا الصحفي الصديق، تحيه اعلاميه. وهاد المقابله اللي شفنا اليوم ديال الفريق الوطني مع الفريق الوطني مع بنما مقابله ما كانت حساسه، ضاربين لها بزاف ديال القيل والقال، ولكن الحمد لله عندك مدرب، عندك لعابه كفء مزيانين عاطين نتائج. هادو هما اللي كيغيروا على الوطن ديالهم وعلى القميص الوطني وكيمثلوا المغرب في جميع الدول. ملي يفوت كانت عندنا ما كانوش كيهتموا بها، بدا هو من القنيطره ماشي. شوف حنا في الرياضه كنعرفوا بعضياتنا، هو كانوا حاقرينه ما كانوش عاطينه امن، ولكن ملي مشى الاسود داكشي بدا كيعطي النتائج. غادي الماتش الاول ماتش اقصائيات حقق النتائج ووصل الرايه المغربيه جميع الدول. ها هو شا كاس العالم، كاس العالم راه ماشي سهل، راه كيمشيو غير الناس اللي يعني كنقولوا اللي عندهم الثقه في النفس والكويريه. هو ضرب فرق كبرى، شفناه مع الارجنتين في كاس العالم اللي فات، شفناه مع البرازيل، وتبارك الله على اللعابه. شوف كنهني فريق اللعابه ديال الفريق الوطني ديال الكويريه، عندهم دقه هذه هي بالدارجه. هادو هو اللعاب اللي ما عندوش كيراو طق 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 بوطو، سالينا الهضره طق طق بوطو، كره كتنزل الارض لي باس مزيانين، لا ديفونس عندهم مزيانه، لاطاك عندهم مزيان، الهجوم مفاهمين بعضياتهم، الخصم ما نهضروش عليه، ما عندكش من تهضر. هنيئا لك وهنيئا الفريق الوطني وهنيئا رئيس الجامعه اللي خدام حتى هو. كنهني بهذه المناسبه السيد رجاء وحامل الرايه الوطنيه ديال صاحب الجلاله المملكه المغربيه. انا مغربي كنقول المملكه المغربيه الشريفه بروح رياضيه عاليه، ونتمنى لي مقابله البرتغال يديروا احتياط، باقا لهم مقابلات اخرين. انا باش كيعجبوني كيجيو التصريح ما كيقولش لهم غادي نديروا كيقول لك مقابله عندها، كل مقابله عندها درس ديالها. شكرا للعابه، شكرا للطاقم التقني. المنتخب المغربي واحد الفوز اللي هو ثمين، يعني 6-3 ما سهلاش، تبارك الله عليهم. هاد الشباب هادو اللي تبارك الله كيشرفوا الرايه المغربيه. يعني احنا فخورين بهاد اللعاب هادو، والله زعما لعبوا مزيان الحمد لله. واهم حاجه عندنا هو الفوز، يعني ملي تيربح راه تيمثل المغرب واحد الصوره زوينه، وتيفرحنا كشعب حنا، لان هذوك تيتسموا وليداتنا تيمثلوا الرايه المغربيه. وتنقول لهم بقاو غاديين بهذه الطريقه هذه. الله يبعد عليكم ولاد الحرب. رساله بغيت تقول المدرب ديال المنتخب هشام الدقيق؟ بغيت نقول رساله للمدرب، حاول واخا فزنا حاول تكون فهمتي، بغينا الكثر والكثر المزيد، رساله تكون المزيد، يعني بغينا الاهداف ان شاء الله، بغينا لان المنتخب الاسود. يعني شنو هي الاسود؟ يعني الاسد عمره ما تيخاف، اسد يعني حنا راه اسود اطلس. نتمنوا ان شاء الله نبقاو نربحوا ما عمرنا نشبعوا منكم. المباراة ديالهم كما هضرنا والبارح قلت لك غادي نربحوا، فعلا ربحنا، لكن ربحنا بصعوبة، وهذا الفريق هذا هو اللي انهزم امام البرتغال ب10. اذا المستوى ديال المنتخب الوطني نزل مقارنة مع المباريات اللي شفنا في البطولات السابقة. النيفو ديال اللعابة، نزيد على ذلك اخطاء دفاعية كارثية اللي ربما 3 البيوت جاو عن طريق اخطاء دفاعية. نتمنوا اننا نمشيو للفينال، لان هناك فرق قوية، هناك منافسة شرسة، هناك فرق استعدوا لهذا كأس العالم. إذا نحن كمنتخب وكسمعة ديال هذا الفريق هذا وكمدرب واستقرار، يلزمنا أننا ندعموا المدرب يمشي لأبعد نقطة في هذا كأس العالم هذا. ولما لا نديو هذا الكأس، لأن احنا عندنا فريق اللي غادي ننافسوا به أقوى الفرق، ننافسوا به الأرجنتين، ننافسوا به البرازيل. لا غدا المباراة اللي باقا لينا مع البرتغال، لازمنا نربحوا البرتغال. هنا في غيبه لك النيفو ديال المنتخب المغربي الحقيقي، هذا هو الاحتكاك الحقيقي امام البرتغال. اذا درتي واحد النتيجه ايجابيه امام البرتغال راك غادي تمشي حتى الفينال.
اذا كان مدبدب او لا قدر الله انهزام بواحد النتيجه اللي هي ثقيله او كذا، يوقع واحد الخلل في المنتخب وغادي نبداو نتراجعوا اللور وغندخل لنا السك في انفس ديالنا، وغادي نوليو يعني القيل والقال، وغتفتحوا منابر وكل واحد واش كيهضر. حنا ليسونسيال حققناه اننا دزنا للدور الثاني، دونك خصنا نشوفوا الاحتكاك الحقيقي، والمدرب خاصو يصلح الاخطاء ديالو خاصه الاخطاء الدفاعيه. وبالنسبه للجول، حتى الجول بان ليا شويه كاين شي اهداف اللي ما خصهمش يدخلوا، حتى الجول خصو ينتبه معنا شويه ويتوقد معنا شويه، ونشوفوا المباراه ديال البرتغال ومن ثم لكل حديث حديث. الفوز الثاني على التوالي ديال المنتخب الوطني المغربي على بنما، 6 نقاط. ان شاء الله ندوزو الويتيام فينال ان شاء الله، وحنا كنمروا من دور دور، الطموح ديالنا كيكبر ان شاء الله. وهذا المنتخب هذا فاز بكاس افريقيا مرتين وكاس العرب وكاس القارات، باقي لقب واحد هو اللقب ديال كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله غادي ان شاء الله نتمنوا نفوزوا بهذا اللقب، واخا عندنا بعض اللاعبين مصابين ان شاء الله، كاين بدلاء في المستوى وان شاء الله يكون التتويج ان شاء الله. الرساله اللي بغيت تقول لهشام دقيق؟ وهشام دقيق مدرب كبير عارف اللي عليه واللاعبين عارفين اللي عليهم، ان شاء الله حاجه وحده نتسنى التتويج ان شاء الله باش يفوزوا بهذا اللقب ان شاء الله، ويكون اول كاس عالمي يدخل البلاد ان شاء الله. شوف، هي بصراحه كانت مقابله شيقه، مقابله كانت يعني مشيني بكل ما تحمل معنى. علاش؟ لان كانت واحد التكتيك، كانت واحد الروح قتاليه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، والحمد لله كان واحد الانسجام. غير هي بعض كيف قلت لك كيكونوا بعض الاغلاط، يعني داك الهجوم اللي ما كيكونش يعني في داك الشيء اللي كنبغيو حنايا. بالنسبه يعني حتى المقابله كانت صعيبه شويه. علاش؟ لان حتى الظروف ديالها، وبالنسبه للاعبين يعني بحكم ان يعني المقابله اللي لعبوا المقابله الاولى كانت يعني في المستوى، ومن يعني حتى المقابله ديالهم كان بعض اللاعبين بعض لهم شويه العياء. ربما حتى داك الاكسبيرونس اللي خداو من المقابلات ربما هو عطاهم واحد التحفيز باش يفوزوا بالمقابله. الحمد لله الامور جات مزيانه واللاعبين انتصروا في المقابله هذه. كنظن بان يعني المقابله الثانيه غادي يعرفوا كيفاش يجاريوها، وبالنسبه للخصم غيكون خصم صعيب شويه. وكنتمنى صراحه ان اللاعبين يكونوا يعني في ضمن المقابله هذه، ولا ان شاء الله ينتصروا في المقابله، ومن يعني يحاولوا ما يمكن يتفادوا ديك الاغلاط وتكون واحد الانسجام. علاش؟ لان مقابله بعد مقابله ما كتكون سهله. والحمد لله اللاعبين يعني عرفوا كيفاش يجيروا الامور ديالهم، وكنظن بان المقابله ان شاء الله الثالثه غادي تكون في المستوى. وكتبنى يعني واحد الميساج للاعبين، يعني يحاولوا ما امكن يستهزموا بعضياتهم، لانهم يعني لاعبين في المستوى وكيعرفوا كيفاش يجيروا الامور ديالهم. وصراحه كنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ترجو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.